كتبدا القصة مع ليو في عام 1942 في أستراليا، اللي كان واقف مع الجنود قدام القائد اللي كيحكي لهم سبب وجودهم، وكيحكي لهم حتى على اللي وقع لدراعو عام 1915 في تركيا، ملي تفجرات قذيفة حداه هو وصاحبه، وتقطع ليه دراعو داك النهار ومات صاحبه. ومن بعد عرفهم باللي من بعد هاد التدريب جاي يمشيو لساحة الحرب، وقال لهم باللي وقت الحرب ما عندك غير سلاحك وصاحبك اللي معاك، وقال لهم قدامكم 4 سوايع باش ترجعوا للمخيم، وإلا دازت 4 سوايع ودقيقة وما وصلوش يعاودوا نفس التدريب حتى ينجحوا فيه. وبدا العد التنازلي ومعاه بداو كاملين كيجريو. كان فيهم واحد اناني ما كيرضاش يعاون حتى شي حد، سميتو ديس. طاح واحد من الجنود سميتو ويل وطلب المساعده، ولكن حتى واحد ما ساعدو حتى قرب يغرق، وحاول يرفع يدو على امل شي حد يشدها. شدها ليو وطلعوه وخدا منه الحاجه اللي هاز باش يقدر يجري معاه. شكرو ويل وعرفوا براسو، ومن ذاك الوقت ولاو فحاب. وصلوا في اخر الوقت وبقى غير 10 ثواني، ووصلوا في اخر ثانيه. القائد قال لهاد الجوج يمشيو يرتاحوا، وطلب من الباقي يكملوا التدريب. اعترض ديس، ولكن القائد قال ليه باللي في ميدان الحرب ما عندك غير صاحبك، وهما داروا هاد الشيء ونجحوا فيه، وداك الشيء علاش كيكافئهم. وكملوا الاخرين التمارين، وويلو ليو كيتفرجوا عليهم، ولكن ديس كيشوف بنظرة حقد حيت ما عجبوش الحال. كانت التدريب ديالهم على المواجهات والفخاخ وكيفاش يستعملوهم. من بعد نهار التدريب كان ليو وويل في الخيمة اللي كينعسوا فيها، وسولوا ليو واش خايف. ملي قال ليه لا، رد عليه باللي الانسان خاصو يحس احيانا بالخوف، وتفكر ولده اللي مات في البحر من مده وما قدرش ينقذه. النهار الثاني كان عندهم تدريب للمواجهه في ساحه الحرب، وكل جوج يجربوا مع بعضهم. كان ويل غادي يجرب مع ديس، ولكن ضربوه في وجهه. ليو باش يرد حق صاحبه مشى ضربوه ودابزو في الماء. وكان عارفوا باللي ليو عنده خبره في الغطس حيت كانت خدمته اصلا. من بعد وقت طويل في الغطس خرج وضربوه. توترات العلاقه بيناتهم وكثرات الخلافات طول فتره التدريب، حتى جا وقت رجوعهم لبلادهم في السفينه، وسمعوا صفارات انذار جوي. ومن بعد تفجرات السفينه اللي هما فيها وغرقات. قلب ليو على صاحبه ولقاه مغمى عليه. خداه وطلعوه لسطح الماء، وحاول يطلب النجدة، ولكن تصدم ملي لقى كاملين اللي حداهم جثث، والطائرات اليابانية باقا كتدور فوقهم باش تقضي عليهم. خدا صاحبه وغاص في الماء حتى طلعوا فوق جزء من السفينة من بعد ما تدمرات. حاول يفيقوا حتى فاق، وتصدم حتى هو بالدمار اللي وقع. من بعد ما فيقوا وطمأن عليه نزل ليو للماء يقلب على الماكلة والماء اللي كانوا في السفينة وطلعهم. لقى حتى واحد صاحبه اخر سميتو تومو، ولكن لقى راسو مضروب ضربه قويه بزاف وبان عليه متاثر وما عارف شنو واقع. سمعوا صوت شي حد كيهضر. ليو بدا كيغوت عليهم ولقاوهم صحابهم الاخرين اللي كانوا في السفينه. عرفهم ليو بعضياتهم وقربوا ليهم، وكانوا 4 ومن ضمنهم ديس اللي ديما ما كيفكر غير في راسو، ومعاه جوج مصابين اصابات خطيره بزاف. طلعوا كاملين للمكان اللي فيه ليو، وحاول واحد فيهم يدير اصوات باش الا كان شي حد حي يجي عندهم، ولكن ما كان حتى حد غيرهم في البحر. النهار الثاني حاولوا يعرفوا فين هما، ولقاو راسهم وسط الماء والضباب كتير بزاف، حيت ما كايناش الرياح، وبينهم وبين اقرب جزيره 300 كيلومتر. شاف ويل فلوكا يقدروا يستعملوه ويرجعوا، ولكن كان بعيد شويه. وقبل ما يمشي شي حد يجيبه، خرجت سمكه قرش وجرات واحد منهم، ومن بعد دقيقه طلع نص جسمه في الماء وسط الرعب ديالهم. من بعد شرح لهم ليو باللي هذيك سمكة قرش أنثى، حيت عارف بزاف على البحر والأسماك، وقال لهم باللي الصوت كيمشي في الماء بسرعة، وهجومها كيكون على البلاصة اللي فيها الصوت والدم. ملي سولو ديس كيفاش عرفت هاد المعلومات، تفكر ولدو اللي حتى هو مات من سمكة قرش. النهار الثاني كان واحد منهم كينزف والدم كيطيح في الماء، وعلى هاد الدم غادي تجي سمكة القرش. وملي جات جراتو واحد منهم وهو ناعس، حاولوا ينقذوه ولكن شداتو من رجليه، وبقى ليو شاد فيه حتى رمى واحد قنبره وهربات وخلاتو، ولكن خرج ورجليه مقطوعه. داروا ليه الاسعافات وقال ليه ليو خاصهم ينقيو الدم حيت غادي ترجع. في النهار اللي من بعد لقاو صاحبهم اللي تقطعات رجليه حالته أسوأ. قرر ليو يجيب الفلوكه باي طريقه، ونقز على براميل باش ما ينزلش مباشره للماء، وكانوا صحابو واجدين يقتلوها الى هجماته. كانت كل شيء هادئ، وبدا القرش يمشي للصوت. قرب ليو الفلوكه وقرب تاكلو، ولكن خرج بسرعه وبقات غير مسافه قصيره وهاجماته قبل ما يوصل، وطلقوا عليها النار وهربات. وصل ليو وربط الفلوكه وخلاهم يسحبوها. حاول يرمي قنبله عليها ولكن ما ماتتش، وتفاجئوا باللي الموتور ما خدامش وما كاين حتى صندوق المعدات باش يصلحوه.
سمعوا صوت القرش تدور حداهم وهجماتهم من التحت. قال لهم ليو راه كتجرب واش تقدر تهرس داكشي علاش واقفين. ديس خدا قنبله وكان غادي يفجرها، ولكن ليو منعو حيت ما بقى غير جوج قنابل وخاص يستعملوهم مزيان. سمع كلامه وتهدن. النهار اللي من بعد كان ديس ناعس ومعاه القنبله، وبالغلط حيد الفتيل وطاحت من يدو قدام صاحبنا اللي رجليه مقطوعه. ملي شافها ضحى براسو ورمى براسو عليها. من بعد لامو ليو على الاستهتار وعلى الدم اللي تعمر للمكان. ديس بكل وقاحه رمى اشلاء صاحبنا في الماء، وتقلق ليو وضربو حتى وقفهم ويل. ومن بعد جمعوا الاشلاء ونزلوها للماء. من بعد شويه فكر ليو يقسم اخر قرعه الماكله، ولكن لقاها خاويه. ملي سول صاحبنا اللي مضروب في راسو قال ليه كليتها، وقال باللي كان كاين بزاف منها في السفينه. ما حد ما هضر معاه بسبب الحاله ديالو، وهنا كانت كارثه حيت ما بقى لا ماكله لا ما. في النهار اللي من بعد كانوا عطشانين بزاف. بدا ديس كيحكي لهم على المعاناه ديالو مع باه والعنف اللي عاشو، وتبان باللي القسوه ديالو جايه من الطفوله ديالو. وفي وسط داك الشيء بدات الشتا وفرحوا كاملين. فاقوا في النهار اللي من بعد على صراخ تومو، ولقاو القرش جراتو وهو ناعس وما قدروش ينقذوه. جات ليو هلاويس وشاف ولدو قدامه ونزل للماء باش ينقذوه، ولكن صاحبو جرو الفوق. سمعوا صوت طياره، فرحوا حيت سحاب ليهم غادي ينقذوهم، ولكن كانت يابانيه وبدات تضرب فيهم. نقزوا كاملين للماء الا واحد تصاب بالرصاص. حاولوا ينقذوه ولكن الطياره رجعات تضربهم. ليو عرف باللي في الحالتين ميت. سما فيها الطياره العدو ولتحت فيه تمكه القرش، وخدا سلاحه وضرب الطياره ولكن طاب برصاصه في كرشه. كان ويل في الماء وشاف ديسك يرمي صاحبنا المصاب للقرش وهرب. طلعوا لقاو ليو مصاب، وتاكد ويل باللي الرصاصه خرجت من جسمه، وشاف الطياره طاحت بسبب ديك الرصاصه ديال ليو. سول ليو على صاحبهم وقال ليه باللي ديس رماه لعقرش. ديس قال ليه باللي كان غادي يموت. لامو ليو وما فهمش كيفاش تيدير هاد الشيء مع صاحبه، ودابزوا بيناتهم وقربت القرش وقطعت دراع ديس ونقذوه منها. من بعد ايام كانوا عيانين بسبب الجوع والعطش. كان ديس كيلوم راسو على التضحيه بصاحبه. في وسط كلامهم شاف ويل واحد جاي في قريب ومعاه سيف وبان ياباني. طلبوا من ويل يرمي عليه اخر قنبله، ولكن ملي رمى سلاحه ظنوا استسلم وما رماش عليه. ملي وصل بدا تيضرب فيهم. ديس فكر يدير ولو شي حاجه زوينه في حياته، وهي فجر راسو مع داك الياباني ومشاو طلعوا للفلوكه غير بجوجهم. وويل شاف صندوق المعدات وفرح حيت غادي يصاوبوا الموتور ديال الفلوكه. وسمع ليو نقز للماء. ليو نزل للماء ومعاه اخر قنبله. ملي جات سمكه القرش خشى القنبله فمها وقطعت ليه يدو. بعد شويه غادي تفجر ليو، غادي يخرج من الماء ويدو تضرو. غادي يحاول ويل يساعده وغادي يقول له ويل راه صافي قتلها، وويل غادي يصاوب الموتور وغادي يتحركوا من هاد البلاصه. وهنا تتسالي قصتنا. نتمنى تعجبكم وما تنساوش جيم واشتراك. تهلاو.